وصفتنا النهاردة سهلة ولذيذة جدا، وتنفع كمان للعزومات وشكلها كده يفتح النفس. هنعمل مع بعض النهاردة رز بالمكسرات، وهنعمل لحمة باللبن. أنا عايزة أقول لكم طعمها رهيب جدا 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 بجد، لو جربتوها تحبوها جدا. يلا بينا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، خير ما نبدأ به. هنعمل على طول كده، ننزل معلقتين سكر في الحلة بتاعتنا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك عليكم، ويعود عليكم الأيام يا رب بالخير والبركات. هنحاول كده نكرمل السكر بتاعنا لحد ما ياخد اللون البني اللي احنا عايزينه. طبعا الرز ينفع نستخدم الرز البسمتي او الرز العادي، الاتنين عادي يعني. لو اول مرة تتابعوني مطبخ سعاد، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واللي ما اشتركش يشترك، وصلوا على النبي في كومنتات. هننزل بقى بمعلقتين زيت كبار، والمية بتاعتنا احنا غاليينها. هننزل بالمية المغلية، بس نحاول على مهلنا بالراحة كده، عشان ما يطلعش علينا سخونية. واحدة واحدة. نرجع نكمل تاني، نقلب لحد ما نحس ان السكر خلاص فك كده معانا خلاص. نزود مية تاني، خلاص كده حطينا المية بتاعتنا. كل كوباية رز على كوباية مية، رز البلدي العادي. الرز البسمتي كوبايتين. ننزل بقى البهارات بتاعتنا: ملح، عودين قرفة، الكركم بتاعنا، ونقلب كويس كويس كده البهارات. الرز بتاعنا غسلينه ونقعينه وصفناه خلاص. ونقلب بقى كويس جدا الرز. نزود مية، عايز شوية ماء كمان. ونغطيه، ويلا تعالوا بقى نعمل مع بعض المكسرات. نحط شوية زيت. ده فول سوداني ولوز. طبعا لو عندك اي مكسرات عايزة تستخدميها، كاجو، عين جمل، فول سوداني بس عادي، مفيش اي مشكلة. هي كده كده المكسرات المتحمرة طعمها تحفة. ومعانا شوية زبيب كانوا منقوعين وصفناهم المية. نحمر بقى كل المكسرات بتاعتنا لحد ما تاخد لون الذهبي كده، وتحسي ان هي خلاص يعني كفاية عليها كده. هنطلعها الأول في طبق كده، وبعدين ننزلها على مناديل عشان تشيل كل الزيت اللي فيها. في المقلاية بتاعتنا كده نشيل منها شوية زيت، وبعدين نحط فيها اللحمة بتاعتنا كيلو، ومقطعينه مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. وعلى نار عالية بقى، يعني على نار عالية خالص، نبدأ نديلها التشويحة كده لحد ما تنشف معانا. وما نقلبهاش خالص لحد ما تحسي ان من تحت خدت لون، يعني عشان ما تنزلش معانا ميه كتير. نقلب كويس ونغطيها. نجيب معانا بقى بصلاية ونفرمها في الكبة. بعد ما خلاص اللحمة بتاعتنا نشفت خالص خالص، ما عادش فيها اي مية، كل اللي موجود بس الزيت او الدهون اللي نزلت منها. ننزل بقى بالبصل في جنب كده، ونقلب كويس جدا جدا. ملح، فلفل اسمر،
7 بهارات بس، مش هنزود اكتر من كده ولا اي بهارات تانية خالص، يعني كفاية كده عادي. نقلب كويس كويس عشان البهارات توصل لكل اللحمة، ونغطيها كمان شوية بقى تكمل سوا، ونرجع لها بقى بعد ما استوت خالص خالص والبصل داب كده واستوى، نحط معانا ايه، معلقة خل. معلقة الخل دي بتخلي اللحمة في حتة تانية خالص، بتخليها ناعمة خالص، حتى لو بتبقى مفتلة كده تلاقي اللحمة بتاعتها طرية ودايبة، طعمها لذيذ جدا. جربوه، حطوا معلقة خل كده في الكباب حلة أو أي لحمة ببصل. بس كده خلاص يعتبر نشفت خالص والبصل استوي وداب خالص، مش حتى مش باين. هننزل معانا كيلو الا ربع لبن، ونقلب بقى كويس جدا اللبن بتاعنا. وطبعا عشان تتقل معانا لا نحط كريمة لباني أو كريمة الطبخ، أو نحط معلقة دقيق في نص كوباية لبن، يعني لو عندك ده أو عندك ده. هي معلقة دقيق مش مليانة قوي على نص كوباية لبن. ولو عندك كريمة الطبخ استخدميها، لا دي لا دي، حاجة من الاتنين يعني. بس كده قلبناه كويس جدا، خلاص كده غلى معانا اللبن واللحمة. ننزل بقى ونقلب كويس، هي كده خلاص اللحمة استوت خالص خالص. أول ما تنزلي باللبن اللي فيه معلقة الدقيق تحسي إنها بدأت تتقل شوية، سيبها تغلي غلوة واحدة بس وخلاص، يعني هي تدينا بس الطعم. خلاص كده هي اللحمة مستوية أصلا. يلا نغرف الرز بتاعنا، نحط عليه المكسرات الجميلة واللحمة بلبن اللي ريحتها قلب الدنيا. بجد بجد الصوص بتاعها رهيب جدا لما بتحطيه على الرز كده، طعمه تحفة. بسم الله، جربوها هتعجبكم جدا بجد بجد، طعمها رهيب وشكلها وريحتها تحفة. وكمان حاجة مختلفة كده، نحط لها شوية مكسرات هي كمان، وكمان تنفع في العزومات، شكلها تحفة. تعالوا بقى كده ندوق، بسم الله. جربوها وقولي لي ايه رأيكم فيها، واشوفكم تاني ان شاء الله حلقة جديدة من مطبخ سعاد. ويا ريت اللي ما اشتركش يشترك، وشكرا من قلبي لكل اللي بيتابع الفيديو للآخر. ورمضان مبارك عليكم. ويا ريت تحطوا كومنت حلو منكم كده حتى لو هتصلوا على النبي.